السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. لا زال الحديث متصل في موضوع كان شيق وكنا اتكلمنا عليها في الفيديو السابق، موضوع الظاهرة اللي أنا بعتبرها ظاهرة وحشة، لأن قتلت المصداقية وقتلت الثقة بين الناس، وبتشعر الشخص حاليا بعدم الارتياح. انك انت اصبحت دلوقتي ما بين كل 10 بيتكلموا بعض في التليفون تلاقي 8 بيسجلوا لبعض، والاتنين اللي هم ربنا معافيهم من ذلك. النهارده كلمتك ان تسجيل المكالمة لشخص، وخاصة لو كان مكان عام او مكان خاص او لشخص بدون رضاه، جريمة بيعاقب عليها القانون. النهارده انا هكلمك في الفيديو ده عن الاربع حالات فقط لا غير على سبيل الحصر اللي تقدر تسجل بيهم المكالمة وانت ما تقعش تحت طائلة القانون. رقم واحد، انك تكون هتثبت براءتك عن طريق اعتراف متهم اصلي في قضية انت متهم فيها. يعني انا عارف ان محمد ولا زيد ولا عبيد، بلاش محمد، عارفين ان الف ده سرق وانا متهميني مثلا في السرقة، فلما انا كلمت الف في التليفون ده فبيحكي لي ان هو سرق فلان او علان، فانا بسجل المكالمة عشان اثبت براءتي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان يكون الشخص اللي قدامك او الحالة التانية اللي يجوز ليها انك انت تكون واخد موافقة الشخص اللي انت بتسجله وهو وافق. رقم ثلاثة، ان يكون التسجيل في مكان عام. يعني ما تسجليش مثلا واحد قاعد في بيته وانت قاعد عنده ضيف، او واحد مثلا كده فتسجل له مكالمة في بيته ولا في اوضة النوم بتاعته وتقول لي لا، لازم يكون التسجيل في مكان عام. ان يكون الشخص ده بيشتمك او بيهينك، فانت قدام واقع سب وقذف، فعايز تثبت الجريمه دي، فانت سجلت عشان تثبت تعدي المتهم عليك ده بالسب والقذف. خلاف الاربع حالات دول تسجيل المكالمه جريمه. دلوقتي اي واحد بيكلم واحد، ده انا مسجل لك المكالمه، اللي ماشي يعني سوري مش عايز التعب يعني اللغه تخوني، اللي مصاحب واحده دلوقتي، لا ده انت لو ما كلمتنيش دي مكالماتك كلها مسجله عندي على التليفون، انت بتركب نفسك جريمه وتحط نفسك تحت طائله القانون وانت ما تعرفش. الاربع حالات اللي صرح بيهم القانون بتسجيل المكالمات هو اللي احنا قلناه، خلاف ذلك جريمه يعاقب عليها القانون. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده.